يابا ونبلش بالخلطة السحرية. أول شي عندنا الملاعق الصغار والملاعق الكبار. عندنا خولجان، هذا أحد المميزات السحرية بالأكلة، خولجان. هذا يستخدموه السوريين، اخواتنا السوريين. أنا راح أضاعف الكمية لأنه أريد أسوي البهارات وأضمها على جهة، فراح آخذ عودين من الخولجان، أسويهن 3. عندي جوز الطيب، راح أكتب لكم كل الشغلات. جوز الطيب ملعقة كبيرة، بس أنا راح أخلي 2، قلت راح أضاعف الكمية. عندنا القرفة المطحونة، لأنه ملعقة صغيرة فخليت واحدة بس كبيرة. زنجبيل الناعم، إذا ما عندكم ناعم عادي، هم ملعقة وشوية. عندنا بهار سادة مطحون، مثل ما قلت أنا دا أضاعف الكمية، يعني اللي هسه دا أخليه المفروض تخلون نص. إذا تريدون تسووها مثلي وتضموها هذا الشيء راجع لكم. فلفل أبيض مطحون، وعندي الكراوية حب، وعندي ملح بحر. انتهينا من الملعقة الصغيرة، هسه عندنا الملعقة الكبيرة. أهم مكون والسر اللي بالخلطة شاورما الدجاج الأصلية الشامية اللي كنا ناكلها بسوريا هي الكزبرة المطحونة. الكزبرة المطحونة راح أخلي 2 لأن هاي المفروض ملعقة كبيرة. وعندنا بهارات كاري، لا تكثرون من الكاري لأن بيه فلفل هواية، ملعقة ونص. كراوية، العفو، بابريكا حلوة تعطيها طعم خرافي. عندي ثوم بودرة، عندنا ورق الغار، يعني حسب الرغبة، بس أنا يعني أبو 7-8 حبات. شيل الزفر. أهم مكون ثاني اللي ما كنا نعرفه بالعراق بصراحة هي المسكة دراس، هذا العلج اللي احنا نسميه علج المعدة، هذا الناعم. 10 حبات الكمية الكبيرة، لهذا مكتوب عليه مسكة. ما قبل الأخير ماجي الدجاج، إذا كان باودر أو كان مكعبات. وآخر شيء الهيل، يعني ما طاحني الهيل، هسه راح ينطحن وياهن.
هاي الكمية مال البهارات إذا تريدون تضموها. خلطة صغيرة قبل كل شيء. أثرمها أو أنعمها وأرجع لكم. طيب أصدقائي، بعد ما خلصنا خلط البهارات طلعت ويانا بهالشكل. هسه نريد التركيز الكامل. أنا اليوم عندي 4 كيلو صدر دجاج، ما يعادل 10 باوند بأمريكا. الخلطة اللي جاية ضرورية جدا، يعني لازم انتم تقسموها، اللي عنده كيلو اللي عنده كيلوين، بس أنا راح استخدم لكم الطريقة لل4 كيلو، يعني العائلة مثل ما نقول. كل كيلو ياخذ 3 ملعقة من طبعا كبيرة من البهارات، يعني الأربعة نحط لهم 12 ملعقة. أنا عندي 4 وشوية، راح نخليه 13. فأول ما نبلش الخلطة السائلة اللي هي نتبل بيها الدجاج، ضروري أول ما تبلشون بالثوم، حتى لأنه ثوم صحاح مثل ما نقول، أو رأس الثوم، حتى بالماكينة ينطي الطعم الصحيح وينثرم ويا الخلطة صح. هنخليهم بالخلاط، أي خلاط عندكم بالبيت يشتغل. قلنا راح نخليه 12 من الملعقة الكبيرة. هاي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 وهاي ال 12. يعني هذا اللي زاد عندي، الكمية اللي زادت شيء بسيط، يعني همزين سويت الدبل، لأن بالعادة أنا أسوي كيلوين لذلك زيادة المقادير. أوكي، عندي برتقالتين، برتقال عدد 2 كبار، وليمونتين صفر للحموضة، هذني ينضافن. هنا عندي نص الكاسة تقريبا، أي نوع خل، بس يفضل أنه الخل الطبيعي. بالنسبة للملح راح نملح الخلطة، طبعا ملح طبيعي عادي، مو مثل الملح الخشن البحري اللي استخدمناه بالبهارات. فملعقة ونص من الملح العادي. نجي زيت الزيتون. زيت الزيتون كاسة مثل هذه صغيرة شلون مال الشاي، نحتاج 2 من ذني. هاي وحدة. هاي التتبيلة دا أنطيك إياها راح تدعوا لي عليها إن شاء الله. وهاي الثانية. عندنا أهم مكون بالخلطة، مو مال البهارات، بالخلطة السائلة أهم مكون دبس الفلفل الحلو مو الحار، دبس البيبر باستا، هذا الحلو، لا تخلون الحار، هذا ينطيها لون. طبعا انا مضاعف الكميه كما قلت، راح نخليه ملعقتين بس كلش كافيه، تنطيها طعم رهيب. بقى عندنا اخر مكون اللي هو ينطي طراوه ودسامه بنفس الوقت، الصدر الدجاج اللي هو اللبن، ولازم يكون لبن، يعني مو كريم لبن مثل هنا بامريكا يبيعون الكريم، هذا لبن. فكل 3 كيلوات، العفو، كل كيلوين نستخدم 4 معالق. احنا هسه عندنا 4 كيلوات راح نستخدم 8 كبار. هيك يا شباب ويا صبايا امورنا باللوز. هسه نضربهم ضربا مبرحا
على قولة عادل امام بالخلاط. راح اخلطهن وارجع لكم على مود الصوت واشوفكم شلون طلعت وش راح نسوي ويا الدجاج. وهيك يا شباب خلصناها تقريبا دقيقتين الى دقيقتين ونص حتى نتاكد انه زيت الزيتون لانه ثقيل ينخلط ويا المواد كلها. وهذا صارت خلطتنا جاهزه ولازم يكون سمكها شوفوا شلون. طبعا الريحه خرافيه، ريحتها خرافيه. تمام. بالنسبه لصدر الدجاج حسب، انا بالنسبه لي مسوي اوردر الشوايه شاورما تجي ان شاء الله بكره. بالنسبه لكم تقدرون تقطعوه شرائح او تخلون القطعه بكاملها والطاوه تتقلى وبعدين يتقطع شرحات وبس تحمرون الوجه مالتها بالفرن من فوق تطلع نفس المطاعم بالضبط. تقطعوها شرائح مو ثخينه رفيعه. اوكي هذا بالنسبه لي اني ال4 كيلو مالتي مثل ما تشوفون انا مقطع شلون شرايح حتى اركبها بالشيش اللي وصل. جبته على الغاز ومتوفر تقريبا $150. فالقطع لازم تكون شوفوا السماكه مثل المطاعم بالضبط. هذا هو هيك يسوي. وطبعا اللمعه تشوفون البياض واللمعه طبعا نقعته بمي وملح وخل لمده 10 دقائق لا خلى زفره ولا خلى ريحه ولا خلى اي شيء. شلون راح نتبلها؟ راح نخليه. بالمناسبه اذا انت وتقص او العفو انت وتقصينها انقصت الشريحه من النص يعني بالغلط انثقبت من النص فتتخلى من فوق عادي. اني هم تصير وياي دائما. مثلا هسه هذه ثخينه شويه هاي تتخلى شوفوا شلون ثخينه تتخلى من فوق. فلا تخافون من عندها وقصوا بكل اريحيه كل اريحيه. خلي ايديكم عادي على السكينه. المهم تكون السكينه كلش حاده. طبعا تفعل على ايديكم. هسه ايش راح نسوي؟ راح نضيف الخلطه المزيج اللي سويناه عليها كلها. وتقدرون تخلوها لمده ساعتين مينيموم ساعتين اقل شيء ساعتين. الافضل 24 ساعه. نصيحه تتغلف وتتخلى بالثلاجه حصرا مو بالمجمده بالثلاجه لمده 24 ساعه حتى تتشرب بالمناسبه اذا تسووها قطع كبار يعني الصدر مثل ما هو ثقبوه سووا بيه ثقوب حتى يتشرب الخليط. انا بالنسبه لي هاي الخلطه سويتها ما راح اتنازل عنها يعني راح اخليها كلها مع انها وصلت لنصها بس اريده كله ياخذ لانه عندي بصراحه عزيمه بيت عمي ولازم نسوي شيء بيض الوجه. كله مساج كامل كأنما انت راجع من الشغل وتعبان وتريد لك بس احد يسوي لك مساج. شوف شلون كله لازم يتشرب من جوا لي فوق من جوا لي فوق. هيجي التتبيله صارت عندي جاهزه. شوف شلون ضغطت. هاي هسه حاليا بتكساس الساعه 8 الصبح. هاي الباكر للثنتين الظهر يعني اكثر من 24 ساعه للثنتين الظهر يلا انزلها بالشيش واقطعه واعدله واشوفكم شلون يترتب وشلون ينشوي. وان شاء الله هاي اول مره راح اجربها بالشيش. بصراحه انا كل مره اقصص شرايح مثل ما علمتكم واشويها على فلات تاب جريل يعني اللي هاي مال المطاعم واشويها وتطلع وياي تخبط. بس هاي اول مره راح نجرب الشيش. شفت التعليقات عليه شيء صراحه حلو
فخلينا نشوف الباكر شلون راح تصير ويانا. فخليكم ويانا وان شاء الله الباكر نوكلكم اطيب ساندويشه. اوكي اصدقائي، وهاي بعد مرور بحدود 32 ساعة صارت التتبيلة جاهزة مثل ما تشوفون، مثل المطاعم تتبيلتهم بالضبط. شلون شرب الدجاج؟ طبعا الريحة خرافية. لازم تطلعون من الثلاجة قبل بساعة حتى يصير بدرجة حرارة البيت، ما يصير تسووه كلش بارد. وهاي الشواية جتي استوها على الغاز عينين وماطور يفتر. وهسه راح نعلمكم طريقة مال الشك. طبعا لازم احد يلزم لكم اياها، هسه راح اضطر اسويها هيجي. بس الشك مال الشيش يصير بطريقة زائد، يعني نحط هاي هيك، الثانية هيك، الثالثة هيك، الرابعة هيك. فطريقة، وخاصة هسه اللحم ذايب يعني جاهز للشوي، يعني ما شاء الله دا احس بي. شوف شلون ماكو اسهل من هيش بصراحة. راح نسويها على شكل زائد، وهسه راح نسوي الدائرة مالتها، يعني لازم تكون من 4 اتجاهات طريقة الشك مالتنا. شفت شلون؟ خلي اشكه كله وارجع وياكم. اوكي مثل ما تشوفون هذا الشكل طلعته بالاخير. ارفع لكم شويه بس الكاميرا. هذا شكله بالاخير. هسه راح اشغل واشوي